السلام عليكم. اليوم راح نسوي باذنجان محشي. أول شي الباذنجان أغسله وأنشفه. يلا بعدين أبدي أقطع بهاي الطريقة. هاي القطعة الفوقانية أحتاجها بعدين لمن أحشي الباذنجان وأغلقه، فما راح أذبها. أقص هاي القطعة وبقيها وياها، والباقيات كلها بنفس الطريقة، وما تنفل الباذنجان بهالطريقة نهائيا. هنا راح أحفر الباذنجان وأتخلص من اللب كله. ما راح أذب اللب أتخلص منه، لا، قسم من عنده راح أستخدمه بعدين بالحشو، فهاخد جزء من عنده، يعني ما نذب، لا، قسم منه نستخدمه هالشكل. نحفر الباذنجاناية ما نبقي بيها بالداخل لب نهائيا، نحاول قدر الإمكان ما تبقون لب بالداخل نهائيا. كله طلعت الحشو من عنده، حشوة الباذنجان. وهذا شكلها، والبقيات كلها بنفس الطريقة. هنا هم سرعت الفيديو على مود لا يصير ملل. وهالشكل كملنا حفر باذنجان. نجيب طاوة نخليها على النار ونخلي عليها زيت حسب كمية الباذنجان اللي عندنا، لأن حنقلي الباذنجان ضروري نقلي، ولازم الطاوة تكون حامية. خلي وحدة وحدة. هالشكل ونقليها على النار. ما نخليه يحترق ولا من ستوة، يعني الستوة يصير على النص، القلاي يصير على النص نقلي. والسدادات هم نفس الطريقة، هم ستوة على النص. هالشكل نجيب طبق وعليه كلينس طبق، ونخلي الباذنجان والسدادات على مود يوشل الدهن مالتها. عندي بصلاية كبيرة ثرمتها وياها فص ثوم، كلش يعطي نكهة طيبة للأكل، يعني البصل والثوم. ولب الباذنجان هم راح أثرمه وياها. هالشكل أجيب طاوة وأخلي عليها اللحم وأحط عليها شوية زيت وأقلبها. أجيب البصل والثوم أخليه على اللحم وهماتين أقلبه. هالشكل ينحمس، وبعدين لب الباذنجان وياهم. ونقلب المواد. ورا التقليب نخلي البهارات، بابريكا، فلفل أسود، ثوم مطحون، كزبرة، ملح، ليمندوزي، شوية ليمندوزي، ونقلبها
على مود تتجانس المواد كلها سوية تنخلط. وبعدين راح اخلي هيل شويونة وياها، هم تضيع الزفرة مال اللحم وتعطي طعم طيب. حبايتين ورق غار راح اخلي وياهن واقلبها، و3/4 كوب مي. هاي ضرورية الخطوة على مود نتأكد انه الحشوة استوت تماما. نخلي كركم ويا المواد ونقلب. الكركم ما خليته بالبداية على مود ما يمرمر. هنا استوى الحشو، راح اشيل ورق الغار لان ما احتاجه بعد، وابدي احشي الباذنجان. هاي النوعية مال الشيخ محشي يعني مو مثل النوعية الثانية اللي بيها تمن. اللي بيها تمن عنص تحشيها الباذنجاناية، بس هذه بس لحم وبصل، فاني ما راح يعني ادرس الباذنجاناية كلها، ما يحتاج. اذا اكو تمن ينشر فما يصير انه نحشيها كلها، بس هاي لانه لحم فمو شرط انه تحشيها كلها الباذنجاناية، وكلها بنفس الطريقة الباقيات. وهنا هماتين سرعت الفيديو على مود لا يصير ملل. كلهن حشيتهن بهالطريقة. هسه راح نسوي الصوص. ماي ونخلي بيه نشا وفلفل أسود، بابريكا وليمندوزي، معجون تقريبا خاشقتين معجون، ونخوطها. نحتاج ماجي، هو مكعبين ماجي، بس انتبهوا الماجي يكون مالح فنقلل الملح لما نضيف. شوف كمية الملح خليتها قليلة ويا الماجي لأن أصلا الماجي هو مالح. وبعدين شوية شكر بالأخير ونخوطها زين. يعني كمية الشكر مو هواية، شوية شكر تقريبا خاشوقة استكان. ونصب هاي الصلصة نصبها على الباذنجان ونخليها على النار. هذا شكلها، هنخليها على النار. هنا فارت، شوفوا شلون ثقلت، لأن هذا خلينا النشا وياه وشوية شكر يثقل. صبيته هنا بصحن وخليت شوية فوقه روزماري أو إكليل الجبل. وسهمكم العافية. شكرا، باي باي.